مبروك طبعا للنادي المصري، مباراه ومكسب كان مهم جدا، وثلاث نقاط يعني جم في وقتهم بالنسبه لكابتن علي ماهر وجمهور النادي المصري وفريق النادي المصري. وبغض النظر ان فريق الداخليه ما قدمش المستوى ولا الاداء اللي احنا كنا متوقعينه في ظل ان هم كانوا بيشتغلوا كويس قوي الجولتين اللي فاتوا، لكن كان واضح على النادي المصري ان في التزام في الملعب، وكان واضح ان النادي المصري عايز يكسب المباراه. في تمركزات كويسه بالنسبه لرباعي خط الظهر، كريم العراقي، حسين السيد، الاثنين سنتر باكين، باهر المحمدي وعمرو موسى، ومعاهم طبعا هنا محمود حماده. حتى التوازن اللي كان يعني بيعيب النادي المصري الماتشين اللي فاتوا في نص الملعب، لا لحد ما النهارده كان احسن وافضل كتير ما بين سمير فكري والياس الجلاصي ومعاهم محمود حماده. انتشار جيد جدا جدا بالنسبه للثلاثي الامامي، وتبادل للادوار وزياده عدديه من منطقه نص الملعب، دي اللي خلت فريق الداخليه ان هو ما يخرجش من نص ملعبه اول 45 دقيقه، وخلتك انت كنادي مصري عندك فرص كتيره جدا. الكره كانت بتوصل للراجل ده مروان حمدي كتير قوي الشوط الاول، وضيع اكتر من فرصه، وكان يقدر المصري يسجل اكتر من كده. ميدو جابر عجبني جدا النهارده، اكتف ونشيط وبيتحرك كتير، وما كانش مسلم نفسه وما بيلعبش برتم واحد ان هو بقى على طول واقف على الخط ومستني الكره تجيله، لا كان عنده ذكاء ان هو يبقى فيه مرونه في اسلوبه وفي طريقه لعبه. الكره قفلت عليها من هنا، او الراجل الباك اللي بيلعب قصادي خلاص حفظ الطريقه واسلوب اللعب بتاعي، يروح داخل في عمق الملعب ويشتغل ويستلم الكره بين الخطوط، الدنيا قفلت عليه يروح نازل في منطقه التحضير ويبدا يلمس عشان احساس الكره ما يهربش منه، ويبقى دايما متواجد في المباراه. عشان كده قدر ان هو يحرز الهدف الاول. يعني رغم ان الكره لما اتلعبت بالعرض من هنا من حسين السيد، فخر الدين بن يوسف كان الاول موجود كده، قام داخل عمق الملعب، حسين راح طالع في الحته دي، الكره اتلعبت له من فخر راح عمل اوفر، ما كانش مروان حمدي موجود، يعني ما كانش مروان لسه موجود في ال 18. مين حل محله هنا او جه مكانه هنا؟ الراجل ده سمير فكري اللي هو اصلا ما كانش بيعمل كده الماتشات اللي فاتت، دخل في الحته دي، ميدو جابر جاي قاطع حاطط الكره بدماغه جاب جول. لو ما كانش عمل التحرك ده والراجل ده كان عمل التحرك ده، كان حتى ميدو لو قطع في الحته دي كان يبقى سهل ان هو يتمسك من جانب المدافعين بتوع النادي الداخليه. نفس الموقف ده ونفس التحرك ده حصل في مباراه فاركو، الهدف اللي جابه ميدو جابر برده كده، قطع في الحته دي، جه من هنا كده راح قاطع، الكره اتلعبت له بالعرض على الارض راح حاططها بمنتهى السهوله. فانت كلاعب جناح مهم جدا بالنسبه لك ان يبقى عندك لا مركزيه. انا عارف ان ده البوزيشن بتاعي، لكن في نفس الوقت لازم يبقى عندي حلول، يبقى المدافع اللي بيلعب قدامي ما يعرفش يمسكني، مش عارف هطلع لبره ولا اخش لجوه ولا اخش عمق الملعب. الكلام ده بيلخبط الفرق اللي بتلعب قدامك وبيدي لك حلول كتيره، فتبص تلاقي ان انت بتوصل كتير. وانا كان عاجبني الحته بتاعت اللامركزيه، فخر الدين بن يوسف النهارده تبص تلاقيه تحت مروان حمدي، فتلاقي الياس الجلاصي يروح طالع مكانه هنا، حسين السيد يروح داخل نص الملعب جنب محمود حماده، تلاقي سمير فكري زائق في ظهرهم، تلاقي الثلاثه اللي في خط الظهر طالعين زقين الناس، كريم العراقي وعمرو موسى وباهر المحمدي. الياس الجلاصي لازم يعني يشتغل على نفسه اكتر من كده، لان دوره بيكون مهم جدا لما بيكون فايق. النادي المصري كله بيكون في حاله كويسه. والحاجه الثانيه الايجابيه، كريم العراقي الراجل ده اتعرض لضغوطات كبيره جدا وانتقادات رهيبه خلال الفتره اللي فاتت، انا بصراحه بحييه، شغال كويس قوي من اول الدوري بدايه من مباراه النادي الاهلي لحد النهارده، التزام غير طبيعي، الوقفه بيقف صح، بيتمركز صح، بيعمل تغطيات صح، شغال مع المجموعه بتاعته بشكل كويس. الزياده العدديه الهجوميه بتبقى بحدود شويه او بالتزام شويه، بس ما فيش مشكله ما دام انا مامن نفسي دفاعيا كويس وما عنديش مشاكل في الحته دي، يبقى خلاص انا بقدم دوري الاساسي. الادوار بقى اللي بعد كده دي ممكن تيجي مع الوقت ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه.